السلام عليكم. انا عامل الفيديو ده عشان انبهك لو انت هتدفع 10000 جنيه في جهاز بلاي ستيشن 4، فانا بقول لك استنى يا عزيزي، اوعى تعمل كده. الاول حابب اسالك، انت هتشتريه عشان كام لعبه؟ سبكراي سرق. منتظرك تجاوبني على السؤال ده. لو اجابتك هي عشان بيس 19 يبقى اسمعني للاخر الاول، لان بنفس الميزانيه تقدر تجيب تجميعة كمبيوتر تشغل عليها بيس 19 بشكل ممتاز. بس الفرق الحقيقي ان الكمبيوتر مش هيقف عند اللعبه بس، لا، انت هتقدر تذاكر عليه، تتعلم تصميم، تشتغل برمجه، تمنتج عليه، وتستخدمه في مئات الحاجات التانية. والاهم من ده انك هتتعلم مهارات جديده وهتبقى فاهم جهازك، وده في حد ذاته شيء هيفيدك. واخد بالك من حاجه صديقي؟ الفيديو ده نفسه اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي اتمنتج واتعمل على الكمبيوتر، مش على جهاز العاب. يعني الكمبيوتر مش مجرد جهاز لعب، ده جهاز ممكن تلعب عليه وتتعلم عليه وكمان تشتغل من خلاله، وممكن يكون مصدر دخل ليك. وفي النهايه يا عزيزي، فكر في قيمه فلوسك كويس، واختار جهاز يفتح لك فرص، مش جهاز للعبه او لعبتين. ولو محتار تختار انهي تجميعه تناسب ميزانيتك، تعال عندنا وهنساعدك تختار افضل حاجه على قد فلوسك. بس كده يا عزيزي، سلام.